السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. قلت افطر كده اهو معاكم. نفطر في البلكونة دي. الجو يعني مش عارف، لا يعني نصه حر ونصه يعني نص نص يعني. فقلت افطر كده اهو الاول، وبعد كده نبدأ نشوف نعمل ايه. تعالوا افطروا معايا. هو السندوتش ليه باين ضخم كده؟ كوباية الشاي بلبن دي لازم كل يوم يعني. لو ما شربتهاش يبقى في حاجة، يبقى انا ما فطرتش اصلا يعني. يعني تعودت عليها يعني. اتفضل افطروا معايا. ايه رايكم في الجو؟ خلصنا كده اهو فطور. ندخل المطبخ نستعين بالشجا بالله زي ما بيقولوا، ونقول يا مسهل. انا نشوف ندخل نعمل ايه في المطبخ. هنا ان شاء الله هعمل معاكم بامية في الفرن. فهنا عملت بصلتين يعني كبار كده، حطيت لهم ملح وفلفل، وبعد كده حطيت معلقة كبيرة توم، وحطيت معلقة كزبرة صغيرة يعني. أكيد انت عارفين البامية بتتعمل ازاي. بس وبعد كده هنحط سيبهم يتحمروا كده شوية يعني. كيس الصلصة دوت عاملاها أنا في الفريزر يعني عاملاها، فسيحتها في الميكرويف، فهحطها معاكم. هحطها على البصل كده. بس سيبوا البصلة تدبل شوية مع التوم، تغلط شويتين كده مع التوم. وضروري تحط معلقة الكزبرة، معلقة صغيرة كزبرة، عشان الصلصة تبقى يعني ريحتها حلوة وطعمها حلو. نسيت اقول لكم، هنا اللحمة بتتسلق يعني، فسايباها وقلت عبال ما تتسلق اللحمة وكده يكون انا عملت التسبيكة يعني بتاعت البامية. بس نسيبوها تغلي كده مع نفسها، تتسبك يعني. وبعد كده نرجع اوريكم هنعمل ايه تاني. انا رحت ضربتهم في الكبة. بعد ما سبتهم يبردوا شوية كده وضربتهم في الكبة. حلوة الطريقة دي يعني، بتخلي التسبيكة ناعمة كده وما فيهاش بصل يعني، ما بينش البصل. ايه تاني؟
من الشوربة. نزود التسبيكة يعني. بس يا جود يا ماما، هي اسكتي. اقعد. اقعد. حاضر ثواني. بس نزودوها كده من الشوربة، وبعد كده نجيب اللي احنا هنحطه فيه البامية، الزبادي دي بتاعت الفرن، ونشوف طعمها يعني الأول. وهنا بعد ما زودنا الشوربة، زودنا تسبيكة شوربة، تحط لها شوية سكر يعني، عشان ربما الطماطم تكون محدقة وكده يعني، فشوية السكر دول هيظبطوا الدنيا يعني. هنا حضرنا الزبادي دي عشان هنحطهم في الفرن. ماما ماشي بقى. نحط شوية سكر تاني. والله مش عارفة اركز من العيال ده، مش عارفة. بس كويسة، احط لها بس سنة ملح، احط سنة فلفل كمان عشان الفلفل قليل يعني. بس كده ايه، حيبناها معانا يعني زي ما بيقولوا. اجيب اسمه ايه دوت البامية، على طول اول ما تطلعيها من الديفريزر تحطيها يعني على طول، تحط الشوربة. بس انا ايه شطفتها بس من التلج اللي كان فيها، بس حطيها على طول يعني، عشان بيقولوا ما المفروض تتحط على طول يعني، عشان ما تفسدش يعني، هي والتلج فيها. نوزعهم هنا وهنا، هي حتى جامدة هنا يعني، ما فكتش كلها. وزعهم على الزبادي دي ودي. الكبش كده اهو، جيب الكبش كب كب، شوية هنا شوية هنا. بس هنحط اللحمة في نص البتاع ده. بس يا جودة حاضر ثواني.
ماشي. بص انا هحط اللحمه هنا وهنا، وبعد كده هحط بقيه التسبيكه، وبعد كده احطهم في الفرن في الاخر ابقى اوريهم لكم عشان بس ما اطولش عليكم. شكلهم بعد ما حطيت لهم التسبيكه، بس احنا كترنا اللحمه بس عشان في ضيوف يعني جايين النهارده ان شاء الله. بس وكده نحطهم في الفرن بعد ما يطلع اوريهم لكم. شويه مواعين عبال ما الواد يجيب الرز واعمله معاكم ان شاء الله. غسل شويه مواعين ونبدأ. هنا هعمل الرز معاكم بعد ما غسلت المواعين. هحط في الحلة دي شوية زيت. هو الخرم بتاع الجزازة الصغير يعني. وانتوا عارفين بعمل الرز ازاي. بجيب بعد ما احط الزيت زي كده بحط شوية رز صغيرين بحمرهم، وبعد كده بحط باقي الرز يعني. يعني شايف القناة لأول مرة يعني بعمل الرز بالطريقة دي. كده اتحمر شوية الرز اللي احنا حطيناهم في الأول، واحط باقي الرز يعني. انا بعمل بس نص كيلو من الرز يعني لنا نحن، فعشان في ضيوف جايه وكده فعملت الكيس كله يعني الكيلو. بس يتحمروا كده يتشوحوا كده مع بعض شويه، بعد كده هحط الشوربه، وهحط نص مكعب مرق وسنه فلفل. بس الزيت اتصفت من الشوية اللي كانوا فيه. يعني
ما بيعرفش يعمل اكل وكده بالنظر، يعني مرة على مرة هيتعود وهيعرف كل حاجة. انا اتجوزت من غير ما اعرف حاجة اصلا، فمرة تبوظ ومرة لغاية ما اتعلمنا عرفنا يعني. بس يعني ما اتعلمتش كله، يعني هكدب عليكم، يعني حاجات كده عرفناها. بس الطبيخ يعني عرفناه يعني عشان اساسي يعني. هفضل اقلب فيهم كده شوية يعني، وبعد كده هبقى قلبتهم كده شوية عشان قفلت يعني عشان ما تطولش عليكم. مش عارفة الفيديو ده حاساه هيطول ولا لا. نحط الشوربة. الكبشة دي صغيرة اصلا. جبنا الكبش الكبير. طبعا في الاخر هنبقى نغسله بالدجاج عشان تعطي يعني. صفت كده الشوربة من البصل والطماطم. بس نقلب نشوف يعني. نحط شوية كمان. نحط سنة فلفل. اللي هيسألني ليه بحط فلفل للرز، الشوربة بنحطولها يعني. بس الطعم بتاع الفلفل بتاخده اللحمة يعني، فالشوربة ما بيكونش فيها طعم الرز، طعم الفلفل، فبحط سنة صغيرة كده. ونص مكعب ملح وبس كده خلص الرز معانا. اقلبه كده واطفي عليه واغطي عليه وعشان يستوي. في الاخر ارجع اوريه عشان بس ما اطولش عليه.
شكل البامية بعد ما طلعت يعني من الفرن. قلت اوريكم واحدة التانية لسه حطيتها سبتها في الفرن يعني عشان تبقى سخنة. وادي الرز اهو، حلو بيبقى حلو ومفلفل كده. بس كده خلص معانا الغدا. بس هعمل شوية ملوخية كمان يعني. وهنا اكنس الصلة معاكم، شايفين المنظر. بس هكنس الصلة معاكم وهلمها بسرعة، بس هجري الفيديو عشان ما اطولش عليكم. لسه معاكم الصالة توضيبه لسه، بس هفرش الفرطة هنا اهو واريح بس شوية على الكنبة كده قاعدة بصور لكم انا قاعدة على الكنبة. وبعد كده اهو هنقوم ان شاء الله اكمل المطبخ اللي اسمه ايه دوت الحمام اوضه العيال يعني هوضبها برضه. بس حميت العيال النهارده والمواعين والطبيخ لسه هعمل شويه ملوخيه كمان. و اقول لكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح، موضوع هدوم لبس العيد وكده يعني للاطفال، فالفيديو فصل يعني التليفون فصل مره واحده. فيعني ما تعملوش على نفسيكم، ما تزودوش يعني عن حد، يعني ما تكتروش على نفسيكم، يعني تدسوش على نفسيكم ان انتوا تشتروا ده وده وده. لا يعني النفر اللي يقدر عليه يجيبه خلاص يعني، ما مش شرط يجيب حاجات كتير، بس العيال تفرح كده وخلاص يعني. يلا، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.